بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عيد مبارك ومجيد بمناسبة حلول الذكرى 62 لثورة 14 أكتوبر الخالدة. موضوعنا اليوم هو عن أكذوبة المسيرة القرآنية والادعاء القرآني ولغة القرآن والناطق بالقرآن وقرين القرآن والقرآن يمشي على الأرض. ولا نحكم هنا مجرد كلام ولا كذا، فكرة. أنه كنا في المعتقل أنا ورفاقي الأعزاء الأوفياء، وقد قلت لكم في حلقة سابقة أنهم جمعونا أنا والأستاذ الهامة الوطنية الشيخ أحمد العشاري والشيخ أيمن راجع والأستاذ نايف النجار. اجتمعنا في غرفة على أساس كانوا ناويين يعدونا دورة وبعدين ادونا ملازم، واحنا طبعا شامخين، الامانه شامخين. انا احييهم، شافوا انه ما مش فائده. انا طبعا رفضت ملازم، رفضت حتى اشوف الهن واسمع هنا هكذا دكتور يا دكتور انت حامل، انت قلت لهم يا خبرانا يمكن اقرا فكره لا صلوا على النبي داخل معتقل لا صلوا على النبي. هذا ليش عرضناكم ليش عاد دخلنا؟ المهم وانا اتحدث مع بعض الزملاء في اعزاء احكي لهم قصتي في المعتقل، ومن ضمنها جت هذه الفقره انه رفضنا انا وزملائي وكانوا ريال، رفضنا انه دوره ولا البقيه يدوروا دوره يقولوا عن خرجكم، احنا هكذا قالوا لنا عن خرجكم. قلنا خلونا سنه الله ما ندخل دوره ولا ندخل كذا، وهذا كلام يعرفه الزملاء انا احييهم. يعني ذكر اسمهم لا يضروا يا حوثي وبه، هذا اصحابنا قد هم جالسين عندكم، لكن ما هذا كلام اللي حصل، يعني تاريخ الان، تاريخ ما ننكره. فاحكي للزملاء، وبعدين واحد منهم يقول لي يا دكتور ليش ما قريتش؟ قلت له خلف انت مجنون انت، يعني اخر تم نقرا ملازم عبد الملك الحوثي احنا اساتذه. قال لي لا انا لست معك، المفروض احنا نقرا هذه الافكار عشان نرد عليها ونوضح للناس الحقيقه. فكرت وقال هذا هو واجب وطني وديني يجب ان نعمله. ف طيب يا اخي برو دحين احنا خارجين من المعتقل وكذا. المهم قالوا لا هذا واجب وطني، وفعلا فكرت قلت يلا بسم الله، وبدانا نعد. وطبعا اشتغلنا في سريه تامه في صنعاء، وكان خوف وقلق الامانه، خوف وقلق، لان احنا كنا نكتشف اشياء في الملازم لما نصح كلنا، وإن كنا من أول مغيبين. ليش ما قرينا الملازم من أول؟ ليش ما قريوها شيء بعد هم كانوا في صعداء؟ ليش يعني كانوا يخلوا عباد هذا اللي الحوثي، عباد اللي يشرح فكرهم. أيضا الأخوة في المشترك في المعارضة كانوا يقولوا هم مظلومين، هي مظلومية. والله وجدنا في هذه الملازم، طبعا اشتغلناها بسرية شهرين تقريبا كاملين، فندنا بالحجة بالدليل وضحنا كل شيء، واستطعنا أن طبعا فترة القلق هذه كان شهرين كاملين، يعني متعبة مرهقة. ما احنا نكتب في أوراق مسودات، يعني كنا نكتب كلام يعني لو مسكوه والله لا يشيلوا رؤوسنا كاملة. يعلم الله اللي عشناه، ولا كنت خايف على العيال، واللي جنبي يتخوفوني أكثر، يعني مش خوفوني لما يكون جنبك واحد مشدود، معذورين طبعا، بس يجي. فكنا نحرق الأوراق أول ما نطبعها في الكمبيوتر، نحرق الأوراق. الكمبيوتر الآن ما شلوش هو معي، وإحنا عملناها في إطار، يعني عملنا شغل إنه ما حد يوصل لها، واستطعنا أن نوصلها، وهي الآن معنا، وإن شاء الله سنوردها في حلقات قادمة بالنص وبكلامه. هذه الملازم حقيقتها إيش هي؟ طبعا هي لها مسميات كثيرة وعديدة، حقيقة الولاية حقيقة. المهم إنه إحنا فندناها كل شيء بالتفصيل وبأسلوب علمي. إحنا مجموعة من المفكرين، الزملاء أساتذة الجامعة، والآن إن شاء الله سنفضح وسنوضح
كل هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعنا. الفكرة كلها أنا سأتكلم في حلقات قادمة. وهذا صح الجرس الله أعلم ما بيشتي هذا البواب. نكمل. على العموم شغلنا هذا البواب ونحب هذا الجلس. أخوتي وأحبتي الأعزاء، نقول لكم أن فكرة الملازم هذه سنوردها إن شاء الله بالنص بالدليل بكذا. الفكرة أنه مشروع إيراني لا له صلة بالقرآن الكريم ولا بكلام الله عز وجل ولا بحاجة. الفكرة أنه كان يضحك على بعض الناس. ليش كنا لو كنا قريناها كنا فضحناهم صح وعريناهم صح. يعني يضحك على بعض الناس. كيف؟ وجدنا في أغلب الملازم أنه يذكر آيات قرآنية كثيرة، يعني آيات قرآنية ما لهاش دخل في الموضوع وفي الإطار الذي يسرده. هو يسرد في كلام شعبي عام وكذا وكذا وكذا، يعني وهو حتى يقنع المستمع بأنه كلامه كلام القرآن، وأنه رسول الله هذا حسين الهالك كلام الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يريدهم كلام ودخل آية قرآنية هنا في نهاية الصفحة، آية قرآنية. فعندما يتكلم في المحاضرة، وكان طبعا هذا كلامهم في المحاضرة، يعني يسمعون كلام اليمنيين ما عاد يفكروش انه يسمع آية قرآنية وقال والله كلام الرجال هذا رجل قرآن، هذا بيتكلم من القرآن، هذا ما بديش كلام من راسه. شوفوا الفكرة وين الخطورة انه يتكلم ودي آية قرآنية. هنا دين أفين الشعوب فعلا. يعني لما تكلم بالدين، احنا نحب القرآن. الشعب اليمني شعب متدين، شعب حافظ، شعب يعني قرآني بيتهم، قرآني حقيقي مش قرآني حوثي. قرآن احنا القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى نعزه ونكرمه، لكن هم يضحكوا على الناس ودي آية قرآنية. فاحنا كنا نضحك، والله نضحك نشوف ايش الكلام هذا. احنا سنة نثبت لكم ان شاء الله كل شيء. الآية القرآنية اللي اداها وش علاقتها بالموضوع؟ من ملازمه مش من كلامها. الحين احنا لما كنا في المؤتمر كانوا مخلين محمد عباد يوضح، والله انه كانت جريمه. والمشترك الان مكرر المشترك كان غلطه. الان بيجوا هو الحوثي خطير، الحوثي مع مشروع. كانوا من اول يقولوا مظلوميه نكايه بصالح رحمه الله عليه. ففعلا مشروع خطير. وضحك على هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب المغرر بهم، خلاهم يقاتلوا يصيروا حروب، يعني حريق او وقود حروب. فكر يعني فعلا. بس طبعا اللي بيقراه الانسان العاقل اللي بيقراه بيضحك، لا له دخل بالقرآن الكريم ولا شيء، ولا قرآن ناطق ولا شيء. الموضوع ما فيه انه يربط نفسه في القرآن الكريم حتى يقنع الحاضر الموجودين بانه ايش؟ انه دي كلام الله وهو ليس بكلام الله والله بريء منه. ادي لكم انا الان يعني نماذج من هذه الملازم كأول حلقة. يعني هو طبعا يكفر المجتمع اليمني. أنا قلت لو كنا قريناها من زمان والله العظيم، يعني الرجال يكفر الشعب اليمني. يعني لو هي طبعا موجودة في مواقعهم الآن، وفي ملازم أيضا يخفوها لأن فيها يعني فضيحة زيادة ما يضحكوا عليها إلا على المساكين وعلى المغرر بهم يعني والمغفلين. فاحنا استطعنا نخرج الملازم هذه بسرية ايضا، وعن طريق اصحابهم خرجنا ملازم مخبيات، واشتغلنا شهرين بشغل يعني الحمد لله. عملنا شيء واجب وطني وديني، والان نحن ايضا نقوم بهذا الواجب التوعوي للناس انه يفهموا هذه الحقيقة. اعطيه بشكل مختصر قبل ان نفند كل ملزمة لحالها. كل ملزمة ايش عنوانها وايش تقول، واكون اصور لكم حتى صورة كلامه، مش كلام سعيد الغريزي ولا كلام هذا الأكاديمي الذي يحترم نفسي وأقول الحقيقة وأقولها براءة لله سبحانه وتعالى، براءة للذمة. شعب يعني شعب عاطفي يا جماعة، لا تطلعش عليك حوثي ولا كذا ايش يحكم هذا ايش يحكم. هذا الآن ربط نفسه بالقرآن وفي المسير القرآني مش يحكمك فقط لا غير. عارف انك مسكين تقول القرآن مطالبه قرآن، احنا هذا هدايتنا، هذا من الله مكلف، هذا كذا هذا كذا. يعني ما يجب ان تفكروا في هذا الامر. يعني احنا مش مغفلين، شعب يمني، احنا شعب حضاري، لكن ما يضحكش علينا هذا الرجل بهذا الفكر الدخيل. الفكره وما فيها حتى لا اطيل
هو طبعا واضح المشروع الإيراني واضح فيه تماما، هو يتكلم عن الخميني وعن تجربة الخميني وأنه يقاوم أمريكا وإسرائيل. هو دائما الحوثي يختلق العدو وما بيرضيش بسلام ولا بيرضي بسلام، لأنه لازم حرب، لازم خصم، لأنه هذا هو يعيش ويتعيش على هذا المنوال. لازم يكون في عدو أمامه. علي عبد الله صالح كان عدو، النظام الجمهوري عدو. من ضمن الافكار اللي موجوده في الملازم، افكار كثيره مش في ملزمه واحده، انه النظام الجمهوري هذا كافر، المجتمع اليمني كافر، المجتمع اليمني في ضلاله، نعم هكذا بالنص، في ضلاله وفي جهل، وانه جاء هذا المنقذ حسين الحوثي الهالك ينقذ الشعب اليمني من اجل يعني يدخل الاسلام من جديد. الاسلام قد انتهى في اليمن بسبب المناهج، يتكلم عن المناهج. ليش الان يمسكوا هذه الجواسيس، ما يسموهم بالجواسيس وكذا، عشان يثبتوا حقهم الكلام في نظريتهم في الملازم، انه والله في المناهج تغيرت، انه علي عبد الله صالح والمؤتمر غيروا ودخلوا، فبالتالي ضاع الاسلام. والان هذا الرجل جاي ينقذ الاسلام. هذه الفكره اساسا يعني، وانه ما ادش كلام من عنده، هذا الله اصطفاه وهذا كلام الله، وضحك عليهم بالايات القرانيه اللي هي بعيده عنهم كما قلنا. يكفر المجتمع اليمني، يكفر الدولة والنظام الجمهوري، يعني يحرم الديمقراطية. هذا في الملازم اللي كانوا يعني أصحاب المشترك اللي كانوا، والله إن أنا رجعت أندم، قلت لو كنت قريتهن زمان كان أحسن لي. آخذ لي أذن من القيادة وأقول لهم يا أخي خلي إحنا نقرأ، لكن إحنا غلطنا. يتكلم عن النظام الجمهوري بأن الانتخابات محرمة. الآن حسين حازم يطبل بهذا الشكل، ركزوا، هذا كلام الملازم. محرمة، هذا بالنص محرمة، ويعطي أسباب يقنع المستمعين لماذا محرمة، ويعطي أسباب لا نعطي سأذكرها في وقتها. من ضمنها أنه هذا كيف يعني بيسمحوا لأي واحد ينتخب عمره 20 سنة 18 سنة ومدري ما هو مدري ما، المهم كلام هبل والله العظيم. لا تضحكوا، إن شاء الله سنرد لكم. تابعوا الحلقات ووعوا الناس، كل من شاهد الفيديو الآن يصل ل 2700 تمام، وعادوا يتداولوه كويس. وهذا احنا ما نبحث عن لايكات ولا عن إجابات ولا عن كذا، أنا أبحث عن رسالة توصل للشعب اليمني، وهذا واجب أقوم به، واجب وطني وديني. هؤلاء قد كرهوا الناس بالإسلام. الرسول احنا نحبه أعظم منهم، لكن الرسول الأعظم، حتى ما يقولوا شو على فكرة، الرسول الأعظم يعني حتى اسمائهم هم يكرهوا الرسول أكثر، يعني أكثر من اليهود. هم يكرهوا الرسول، هذا يكرهه، هذا هكذا استشف من خطاباتهم الرسول، الله يكرهه. لكن مولد، وقد قالها عبد الحاكم في ناس، أرسلت فيديو يقول هذا مش للرسول، هذا لجننا مشروعنا، نشرت تدخلوا في حق صفحتي وتشوفوا كلام أبو الحاكم في الاستخبارات العسكرية، فيما يسمى الاستخبارات العسكرية الآن، يعني كلها شغل جهاد، رتب عسكرية. أبو الحاكم قدوا لواء، الله يرعى عفاش، يرعى دولة عفاش، يرعى دولة الجمهورية. ضيعناها احنا مش هم، والله العظيم بخلافاتنا بكذا ضيعناها احنا مش هم. لكن ستعود الدولة بإذن الله تعالى، وسيعود الوطن برجاله وبرموزه. في الملازم هذه أيضا هذه الديمقراطية محرمة، هذه كذا، وإنه كانوا يعني في النهاية يعني خلوا الشباب هذول يقاتل إنه فعلا يقاتل أمريكا وإسرائيل، يعني ما كان يقاتل هكذا بفراغ، لأنه التعبئة الموجودة في الملازم تعبئة خاطئة، والناس سمع كلمة القرآن من الهالك عبد الحليم القدر، هذا تكلم كلام قرآن ما عبش، وأعطوا لهم بعض الأشياء، إنه أمريكا الآن بوش قال دخل العراق، دخل كذا، دخل يعني هذيك الأيام 2003 يتكلم عن 2000 يعطي لهم أشياء حدثت. طبعا أمريكا في النهاية أمريكا لها وضعها ووضع جانب سياسي تمام، لكن لا، وحنا هذا سينتقل لكم. وكان أيضا يحرض أتباعه على أنه إذا ما تحركناش الآن، هذا في الملازم، إذا ما تحركناش الآن سيأتوا ويذبحونك الخرفان. فبالتالي الجماعة مقاتلين، حتى هنا استطاع أن يضحك على السادة في ملزمتين للسادة آل البيت. والله إنه خطابه يقول لهم يا جماعة إن لم تتحركوا، ضحك عليهم، سيأتوا إلينا ويذبحونا واحد واحد، نحن مكروهين، إحنا كذا، ضحكوا عليهم، من مكروهين، إحنا شعب واحد. والسادة هم في الحكم كانوا، والهاشميين طبعا يعني ناقل السادة، لا أحد سيد.
وعد منهم الهاشميين هذول اللي هو صباح الحوثي، هذول ايرانيين ما اللي هم هواشم هذول عرب، احنا علينا ولا سلام. بس ضحكوا على كثير منهم الامانه. لما كنا نقرا الملازم نضحك كيف كانت التعبئه، وكانت مخاطب معني خطاب. سنورد كل شيء بالتفصيل. هذا ما احببنا انه يعني نوضحه اليوم، وان شاء الله في الحلقه القادمه سنوضح كل شيء. إن استطعنا ان نخرج هذه الاشياء قبل خروجنا من صنعاء، لانه كنا خايفين بيني وبينكم لو كانوا دروا ان احنا اشتغلنا هذا الشغل، اقسم بالله لا يعدمونا يعني مباشره، ما عاد فيش من مجابرات ولا شيء، اعدام مباشر. لانه فيها كلام، كنا نكتب باليد، وحتى لما كنا نكتب يا فلان اكتب، يقول له انا يعني يقول لك لو حصلوا هذا الكلام هو مكتوب بخطي، رجعت كنت تكتب انا بخطي. انا عشان نتشارك في العمل كتبت خطي، عشان قلت خلينا، وكنت احرق اكتب واشتغل ليل نهار، والله ليل نهار، حتى اثبتها في الكمبيوتر وفلاش ونخرجها. فهذا واجب عملناه. لم نحصل لا دعم ولا فلوس ولا حد قال ولا حد امرنا ولا قياده ولا شيء من انفسنا، بسبب الفكره اللي جاءت بعد ما حصل في المعتقل بانه لماذا لا نقرا الملازم؟ لماذا نقرا هذا الفكر الدجال؟ وفعلا والله العظيم اكتشفنا اشياء ستنبهروا منها. احنا الحين في الفكر عندنا احنا حتى في اعلامنا للاسف الموضوع الفكر ولا كذا، الفكر الحوثي، ايش الفكر؟ تعال يا اخي يدي ملزمته ويقول هذه في الصفحه كذا، هذا في الصدر كذا، هذا قاله حسين الحوثي، الهالك حسين الحوثي، عشان الناس يقتنعوا بهذا الكلام. لكن يقول لك لا، هؤلاء الناس هم هكذا، هم حاقدين عليه لأن الرجل الشيعي يعني انتشلنا من الله. وأيضا في الملازم يريدوا أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. نحن شعب جاهلي، والله إنهم ما يجهلونا، وما ما 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 ما, ما جهلوا الآن، والتعليم كل شيء. لا طبعا التعليم هذا له قصة في الملازم. التعليم لابد أن يكون عن تعليمهم، والتعليم أيضا محرم ودة للفتاة. سنأتي إلى ذكر كلام كثير، والحمد لله ربي قد خرجنا، وسنوضح حقيقة هذه المسيرة الكاذبة الخادعة بالدليل بكلامهم مش بكلامنا. نكتفي بهذا ونستودعكم الله، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.